السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض العيش المصري او العيش البلدي في البيت من غير فرن خبيز ومن غير كمان مطرحة. هنعمله على ايدينا زي الافران بالظبط زي ما انتم شايفينه كده، ابيض وطري وجميل جدا. هنعرف ايه هو السر اللي بيخليه كده طري معانا، وكمان طريقة التسوية على عين البوتاجاز وفي تحت الشواية، طريقة سهلة جدا جدا للمبتدئين. وهنفرده على ايدينا او بالمردنه، وان شاء الله باذن الله تعملوه يطلع ناجح معاكم. زي ما انتم شايفين كده العيش جميل جدا ويفتح النفس. وهنقول كمان ايه هي انواع الدقيق اللي احنا ممكن نشتغل بيها وايه اللي احنا ما نشتغلش بيه. الفيديو النهارده مليان تفاصيل حلوه جدا جدا جدا، ان شاء الله تستفيدوا بيها. اهم حاجه خليكم معايا لحد الاخر علشان ما تفوتكوش اي معلومه للناس اللي مهتمين يعملوا العيش بايديهم في البيت. يلا بينا كده على طول نبتدي ونشوف احنا عملناه ازاي. طبعا احنا مش اول مره نعمل فيديو للعيش. انا يعني جايبه العجينه كده على السريع لاني عملت العجين قبل كده كذا مره. اللي عايز يعرف الطريقه بالتفصيل بالظبط يدخل على الفيديوهات القديمه وان شاء الله باذن الله يعرف الطريقه. دلوقتي انا معايا 2 كيلو من الدقيق نخلاهم كويس، حطيت عليهم معلقتين ممسوحين من الملح. كيلو الدقيق الواحد عليه معلقه ممسوحه من الملح. وحطيت ظرف كامل من الخميره الفوريه، يعني هو تقريبا 12 جرام، ده على ال2 كيلو دقيق. لو هعمل كيلو واحد بس دقيق هحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، بس مش معنى كده ان كل كيلو هحط عليه معلقة. يعني لو هعمل 3 كيلو مش هحط 3 معالق. ظرف الخميرة اللي انا حطيته ده هيكفي لحد 3 كيلو ونص من الدقيق. تمام كده. طبعا انتوا كمبتدئين مش هتعملوا اصلا اكتر من كده. فانا حطيت 12 جرام من الخميره الفوريه. ودلوقتي معايا ميه فتره، احنا في الصيف. هنقول مع بعض ازاي نظبط العجينه بتاعه الصيف. عجينه الصيف غير عجينه الشتاء، مختلفه كده، فيها شويه تكات مختلفه خالص. يعني بتفرق معانا كمان في العيش وفي العجينه. يعني انا جايبه الميه من الحنفيه على طول، ولا سخنتها ولا دفيتها، واشتغلت بيها على طول. ده بالنسبه للصيف. لكن في الشتاء بتكون الميه سخنه شويه، يعني يا دوبك كده ايدي تستحملها. عجينة الصيف مش بنحط لها سكر خالص. اوعي تحطي لعجينة الصيف سكر، هتسيح معاكي العجينة، هتسيح معاكي، لان السكر بيطر العجينة جدا وبيخلي كمان العيش ياخد معانا لون بسرعة قوي. احنا مش عايزين الكلام ده كله، انتوا لسه مبتدئين ومش هتقدروا تتحكموا في العجينة لو حطيتوا لها سكر. بالنسبة للشتاء ممكن نحط معلقة سكر، بتنشط الخميرة بسرعة وبتخلي العجين يطلع معانا بسرعة كمان وبيكون طري. انا هنا خليت العجينه يابسه شويه. انا في العادي او في الشتاء بخليها طريه عن كده، لكن في الصيف بخليها يابسه شويه علشان الجو حر وكده كده العجين بيسيح معايا. كده عرفنا الفرق ما بين عجينه الصيف وعجينه الشتاء. لكن في الشتاء انا بخلي العجينه طريه عادي، لان طبعا الجو بيبقى ساقع والعجينه كده كده بتنشف معايا. تمام كده. انا خلاص خلصت العجينه، عجنتها وحطيت على وشها كده شويه من الدقيق وسبتها في مكان دافي. طبعا ما خدتش نص ساعه وكانت اختمرت وحجمها زاد زي ما انتم شايفين كده. حضرت بقى الصينيه، فرشت عليها كده الرده. وبالنسبه للرده، الناس اللي ما تعرفهاش، الرده دي اللي هي نخاله القمح. انا النهارده هقطع على زيت علشان خاطر الزيت بيساعد معايا في عمليه الفرد، وكمان الجو حر ومش بيخلي العيش الوش بتاعه ينشف معايا. تمام كده. لكن في الطبيعي او في الشتاء انا بقطع على دقيق عادي. هقطع بقى، بصوا كده، يا دوبك العجينه حجم كده، يعني حجم البرتقانه، يا دوبك كده على قد كفه ايدي زي ما انتم شايفينها. بعوز ايد واحده بس كده بالزيت، والايد التانية بقطع بيها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. خلاص كده انا قطعتهم كلهم. وبعد ما بقطعهم لازم اسيبهم يرتاحوا او يخمروا تاني حوالي ربع ساعه. دي خطوه مهمه جدا. بعد الربع ساعه ببتدي بقى دلوقتي احط على الرخامه شويه كده من الرده، في مكان هفرد فيه وفي مكان هركن فيه. هقول لكم دلوقتي كل التفاصيل. طبعا العجينه لازم تكون بتلزق معانا شويه في الايد زي ما شفتوها. تمام. هبتدي بقى دلوقتي افرد بايدي بخفه جدا حوالين الطروف، حوالين الطروف. لو لقيتوا العجينه بتلزق معاكم في ايديكم هترشوا عليها كده شويه من الدقيق او شويه من الرد على دقيق زي ما انتوا شفتوا كده، زي ما انا ما عملت. ببتدي كده بالنشابه او بالمردنه بفرد من حوالين داير، لكن ما بفردش كتير قوي من النص، لان النص لو انت فردتيه قوي العيش مش هيتنفخ معاكي. تمام. فما تجيش كتير قوي جنب النص، يا دوبك تفردي كده حاجه بسيطه جدا من النص وتسيبي كده فيه سمك شويه. بصوا انا بفرد اهو حوالين داير، ما بجيش كتير جنب النص لو انتوا تلاحظوا. ولازم تكون ايدي خفيفه جدا اهو. انا هنا بقول لكم ما بجيش جنب النص. بصوا طريقه يعني بخفه جدا.
وباجي كده بالمردنه برضو، ما باجيش كتير جنب النص، وببتدي افرد. وطبعا مش هنرققه جامد قوي، يعني مش هنخليه سمك رفيع قوي علشان برضو يتنفخ معانا. طيب دلوقتي انا بفرد اهي، بعد ما بخلص الرغيف بركنه كده على جنب. ما ينفعش اخده بعد ما فردته اروح اسويه على طول، لان طبعا انا دلوقتي بفرد بايدي وبالمردنه، فبفضي كل الهواء او الخمر اللي بيبقى فيه. احنا مش بنعمله على مطرحه، احنا بنعمله على ايدينا وبنفضي كل الهواء اللي فيه. فانا لو خدته رحت سويته على طول مش هيتنفخ معايا. فانا بعد ما بفرده لازم اسيبه كده حوالي 5 دقايق قبل ما احطه كده واسويه. تمام كده، انا دلوقتي فردت واحد وركناه، وعلى ما افرد التاني هيكون اللي في الصينيه معايا استوى. وهي الصينيه سخنه هحط على طول اللي اتركن ده اللي انا ركنته 5 دقايق، وهكذا. هنشوف دلوقتي مع بعض. بصوا ده ايه، كان اول واحد انا عملته اهو، ما شاء الله جميل جدا يعني الصراحه. هشيله بقى. طبعا العيش لما بيطلع، طبعا تسويه الفرن الخبيز مختلفه تماما، لما بيطلع بيبقى وشه ناشف، فاحنا لازم نحطه على بعضه وهو سخن، ولحد ما علشان يرد من حراره الفرن او البوتاجاز ويبقى طري معانا. بصوا بقى، وهي الصينيه سخنه انا خدت اللي كان مركون وحطيته على طول في الصينيه، وركنت اللي انا كنت لسه فرداه. وهكذا هنشتغل على كده. هنفرد كده بخفه وبالراحه خالص. هفرد بس ده معاكم، وبعد كده هنشوف طريقه التسويه مع بعض. ده تاني كده واحد اهو انا عملته. طبعا اللي انا ركنته دوت انا اساسا كنت عاملاه بقى قبليها بشويه. الصينيه هي سخنه معايا، هشيل دوت واحطه على اخوه اللي طلع. حطهم على بعض كده هم سخنين، لان بيبقى الوش بتاعه ناشف. تمام، وهي الصينيه سخنه. الصينيه يا جماعه مش بتدهن اي حاجه، الناس اللي بتسالني، ده الصينيه لازم تكون ناشفه خالص اهو. واحطه كده على طول والصينيه سخنه، واخد الصينيه على طول احطها على عين البوتاجاز. هوريكم دلوقتي واحد من اوله. اول ما العجينه لونها يبقى لون البيج كده، يعني لونها يتغير كده خلاص، يبقى هو استوى من تحت. باخده على طول احطه تحت الشوايه. النار تكون متوسطه بتاعت البوتاجاز من فوق، والشوايه تكون النار عاليه جدا. يا جماعه لازم العيش ما بياخدش اي وقت خالص خالص في التسويه. العيش لازم يستوي على نار سخنه جدا جدا علشان يطلع طري، هو ده السر اللي بيخلي العيش طري. لو النار ضعيفه العيش هيطلع ناشف. الحراره عندكم ضعيفه هيطلع على طول معاكي ناشف، ومش هيقب خالص، مش هيتنفخ. تمام كده. هنشوف واحد كده من بدايته. سامحوني اذا كنت بتكلم بسرعه عشان الناس اللي بتتضايق وتقول رغايه، والله العظيم انا بس مسرعه الفيديو، مش عايزه تفوتني اي تفصيله او معلومه تستفيدوا بيها. بصوا اهو انا حطيته كده اهو على عين البوتاجاز. هيبتدي دلوقتي اللون بتاع العيش يتغير، العجين يعني يتغير زي ما انتم شايفين كده. اول ما اللون كله كده يتغير ويديني اللون البيج، باخده على طول احطه تحت الشوايه. طبعا النار كانت يعني كل حاجه كانت سخنه قوي، والتليفون كان بيسخن مني جامد، عشان كده التصوير مش حلو. كنت عماله افصل واشغل لان التليفون كان بيفصل معايا كل شويه من كتر السخونيه. بياخدش وقت خالص وبيتنفخ بسرعه جدا وبياخد لون كمان. طيب بالنسبه لانواع الدقيق يا جماعه، العيش مش بنشتغل بيه خالص بدقيق فاخر. الدقيق الفاخر بيخلي العجينه معاكي عامله زي الاستيك، كل ما تفرديها ترجع تلم معاكي تاني. انا عن نفسي بشتغل بدقيق قمح او بدقيق ابيض من السوبر ماركت عادي، ويكون سايب. يعني انا بجيب اللي هو الكيلو ب 18 جنيه، وطالع معايا العيش اهو زي ما انتم شايفينه ابيض وزي الفل، ما فيهوش اي حاجه خالص. وما بنعجنهوش كمان كتير علشان ماده الجلوتين اللي فيه ما تنشطش وبرده يعمل معايا عرق. احنا عايزين دقيق عادي خالص من غير عرق. تمام كده. بصوا العيش جميل جدا وطري وجميل جدا زي ما انتم شايفين. طبعا انا بقى حطيته على بعضيه وسبته هو سخن كده لحد ما اتغدينا، وكمان خدنا منه كلنا منه. وبعد ما برد خالص تماما واضطر زي ما انتم شايفين كده، انا كملت تصوير. طبعا بالنسبه للوش اذا كان في دقيق او في اي حاجه بتمسحيها بتروح خالص، مفيش اي مشاكل. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، ويا رب ما اكونش نسيت اي معلومه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.